السلام عليكم البنات. اليوم جيت نشارك معكم. بغيت نوريكم هاد المغازه اللي بزاف منكم تيعرفوها وكاين اللي ما تيعرفهاش. كان شحال هادي تيقولوا ليها بابو تقريبا. هادي مهم كثر وقيله من 12 عام ولا 13 عام باش كاينه هاد المغازه. صراحه زوينه بزاف واثمنه فيها مناسبه. بغيت غير نبارطاجي معكم واحد شويه من هاد المغازه هادي. تشوفوا المرايات، الديكوراسيون اللي فيها. صراحه زعما ديكور الدار ديالك بثمن مناسب. صراحه زوينين والكاليتي زوينه. الاهم الكاليتي فيها فنه. انا مجربه بزاف ديال الحوايج، ان شاء الله من بعد غادي نبارطاجي معكم لا ديكوراسيون اللي دايره في الدار، بحال المرايات، بحال لي كوفغولي، بحال بزاف ديال الحوايج. داكشي نتاع لا صال دو بان. صراحه زعما ما عندي ما نقول. غادي نخلي لكم الفيديو تشوفوا شويه ديال الديكور، ومن بعد غادي نعطيكم واحد المعلومات اللي على هاد المغازه. صراحه زوينه. مثلا الا ما لقيتوش، مثلا مشيتوا للمغازه وما لقيتوش هاد مثلا شي ارتيكل ما لقيتوش، او شفتوه شحال هادي عند شي وحده ولا شي حاجه وعجبكم بغيتو تاخذوه ما لقيتوش في المغازه، عليكم كتكومانديو عليه. غير هو بالحق لا كوموند ما توصلوها لكش حتى للدار. ضروري تتكوماندي على داك الارتيكل، ومن بعد نتي تتمشي كتجيبيه. كتعطيهم لا كارت سيجور ديالك كتجيبيه باش كيعرفوا بانك راك انتي زعما اللي كومانديتي على داك الارتيكل. صراحه ما نكذبش عليكم، ملي كتدخلوا لهاد المغازه هادي كلشي زوين، كلشي غزال. صراحه فين ما مشيتي البلاصه ديال لا صال دو بان ولا الصالون ولا الكوزينه، صراحه داكشي اثمنه مناسبه صغيانه فوق مع لي زوطخ مغازان. صراحه الله. المهم غادي نخليكم، درت لكم فيديو غير خفيف ظريف. ما بغيتش نصور بزاف ديال الحوايج. اصلا كانوا بزاف الحوايج ما كاينينش، حيت كنت عاد مشيت ورجعت. وصراحه صغينا فوق المرايات اللي كانوا ولا لي طابلو زعما ما كانوش بحال اللي شفت قبل، او اللي عندي انا اللي كنت شاريه ما لقيتهمش، او اللي كنشوف في المغازه في لو سيت سمحوني ما كاينينش. بحال هادو اللي كنصور لكم دابا، هادو كيداروا في لي بالكون كيجيو زوينين بزاف. انا خديت ليا واحد غادي نشاركو معكم، خديته للمغرب، البالكون ديال المغرب. هكا كان شي واحد تيشوفكم ولا شي حاجه بعدا كتغطيو. وخديت هاد الفاز هذا اللي درت فيه هاد لي في دو بالم. هادو انا صراحه غير خديتهم من الزنقه، غير قطعتهم ودرتهم. دابا نعطيكم واحد لا تكنيك باش كيبقاو لكم ما كيطيحش لكم داك الوريقات. صافي. ومن بعد دخلت للدار دغيا مشيت غير ضربت دوره دغيا لهاد المغازه وجيت. وغادي نشارك معكم واحد العشاء اللي درته خفيف ظريف دغيا حيت كنت خارجه. درت لو كروك مسيو. هنايا خديت البيشاميل. راكم عارفين بزاف البنات كيعرفوا يحضروا لا بيشاميل. وخديت لا دان فومي، وخديت الفرماج والبان دومي. كتاخذوا البان دومي كدهنوه بلا بيشاميل، وكديروا لا دان فومي. المهم كيبقى لكم نتوما. انا كيعجبني صراحه الدجاج المبخر، كيعجبني لو بولي فومي هو اللي كيعجبني حسن. وصافي كديروا البيشاميل وكديروا لا دان فومي، ومن بعد كتزيدوا ديروا البيشاميل، ولا بغيتو تزيدوا شويه ديال الفرماج باش كيعطيكم داك التعليكه، ولا بغيتو تكثروا. المهم انا ما بغيتش نكثر باش على حسب لي غرا نقصوا شويه من لي غرا. صافي. وكتسدوا داك البان دومي وكديروه في الطبسيل ديال الفران اللي غادي تدخلوه الفران. من بعد غادي تشوفوا الكماله اللي غادي ندير في هاد لي كروك مسيو. صافي هنا بعد ما ساليت لي كروك مسيو كاملين غادي نديرهم في الطبسيل اللي غادي ندخلو الفران، وغادي ندهنهم على وجههم
بالبيشاميل. ضروري البنات دهنوهم بلا بيشاميل من الفوق، حيت الا ما دهنتوهمش تيتحرقوا لكم وكيجيو قاصحين، ما تيجوش معلكين. ضروري دهنوا. الا بغيتو كثروا شويه ولا ديروا غير بحال اللي درت انا، غير مسيحه خفيفه. كيبقى لكم على حسب الذوق، كل واحد كيفاش. كاين اللي كتعجبو لا بيشاميل، كاين اللي ما كتعجبوش. المهم ضروري دهنوهم من الفوق مزيان، ومن بعد غادي ديروا ليهم الفرماج. انا هنا البنات كنستعمل داك التخوا فروماج، هو اللي تيعجبني بزاف الصراحه. كيعجبني. البنات اللي في فرنسا استعملوه في جميع المملحات ديالكم. كنديروا انا في البيتزا، كنديروا مهم الاكثريه في البيتزا هو اللي تنستعملو. اما لي بات كندير صراحه الفرماج غابي ايمونطال، على حسب اللوغو كيكون عنده زوين. ولكن على حسب التعليكه وداك داك التجبيده ديال الفرماج، والفرماج كيجي دايب وكتجي البيتزا ديالو بنينه وزوينه. ديروا 3 فروماج، واخا شويه غالي ولكن صراحه كيجي غزال في البيتزا. المهم ان شاء الله رمضان راه جاي، كيف قلت لكم مع رمضان دابا جاي كيتحتاج الفرماج بزاف صراحه في المعجنات والمملحات. هذا هو الفرماج اللي تنستعمل صراحه. جربوه كيجي غزال في جميع كي قلت لكم، في لي غراتان، في المملحات. المهم اعتمدوا عليه في رمضان ان شاء الله بحول الله. صافي كندير الفرماج ديالي، كيبقى لكم الذوق تكثروا ولا تقللوا، ومن بعد كتدخلوه على درجه الحراره كتكون مرتفعه الفران. وديروه من الاحسن ما ديروش مثلا التبصيل في الجهه التحتانيه اللي كتكون عليه العافيه من التحت، يكون مفوجه العافيه على الفرماج باش دغيا تيذوب، حيت البان دومي دغيا تيتحمر غير مع الصهد. صافي وكتاكلوه سخونين، كتاكلوهم سخونين بالصحه والراحه. صراحه كيجيو زوينين ولذاذين، ووصفه سهله وخفيفه ظريفه صراحه، وكتجي بنينه. الواحد ملي كيكون هكا مزروب ولا كان عنده شي رونديفو خارج ولا شي حاجه، المهم هاد الوصفات صراحه كينفعونا. كنتمنى هاد الوصفات نال الاعجاب ديالكم، وخليتكم في راحه البال والهنا ان شاء الله مع وصفه جديده. وإلا بغيتو نشارك معكم اقتراحات نتاع الديكور ولا نبارطاجي معكم شي حاجه من الديكورات، خليوا لي في الكومونتير، وان شاء الله ما نبخل عليكم حتى بشي حاجه ان شاء الله. كنتمنى لكم فرجه ممتعه، والسلام عليكم.